مساء الخير. النهارده هنعمل طريقة لتنظيف الكوش، بجد طريقة سهلة خالص ومنتهى السرعة. هتبقى بالشكل ده، بصوا. بجد طريقة سهلة خالص وسريعة وهتعجبك جدا وهتعمليها على طول. اول حاجة معايا ايه؟ قطعة من الصنفرة. الصنفرة دي بجد اللي هتعمل لك ابهار، يعني هتغير لك شكل الكوشة نهائي. بجد هتشيل، بصوا بتشيل ايه؟ اي دهون واي يعني حرق. بصوا زي ما انت شايفة كده، بمجرد بس ما تمشي كده الصنفرة عليها، تدعكيها كده بالصنفرة. بصوا بجد الطريقة دي حلوة قوي وسريعة خالص، من غير غلي الكوش ولا اي حاجة. هتشوفي هي اضافة بسيطة كمان هنعملها والنتيجة هتبهرك دلوقتي. بس كملي الفيديو للاخر، هو فيديو قصير بس كمليه للاخر عشان تشوفي ايه ازاي تخلي كده الكوش بتاعتك كلها جديدة زي ما هتشوفي دلوقتي. ببدأ كده بالصنفرة ادعك كده. شايفين طبعا قد ايه؟ بصوا بتوقع ايه؟ كل الحرق والدهون بتوقعها زي ما انت شايفة كده. هكمل برضو معاكم. بصوا كل كده ايه حوالين الكوشة بتعمليها بالصنفرة. الصنفرة دي موجودة في محلات البوهية، القطعة ما بتتعداش ال2 جنيه يعني. القطعة دي تخليها على طول لتنظيف الكوش، خليها معاكي كده، بجد نتيجتها حلوة خالص. احسن بكتير من غليان الكوش ومن حاجات كتير. يعني دي سريعة شوية، هي اللي عجبتني في طريقة الصنفرة دي ان هي ايه سريعة. بصوا وبتشيل اي كمان اي حرق معاكي بتشيله. كلها كده بتلفيها بالصنفرة، تبدأ تفركيها كل حاجة بتقع. دي كده خلاص، بصوا خلاص معايا كده نطفت. هبدأ ايه اركنها على جنب، وهبدأ امسك شعلة النار دي اللي بتطلع شعلة النار. هبدأ ايه برضو افركها بالصنفرة. بجد الطريقة دي بسيطة خالص وسهلة خالص، يعني مش بتاخد منك مجهود، مجرد اول بس ما تخليهم يحتكوا ببعض. ايه بقى اللي هتدي لمعان؟ هبدأ اجيب الصابون البلدي ده وسلكة مواعين وابدأ ارغيه كده، وهبدأ ايه عشان بقى اخليها تلمع اكتر، وابدأ ادعكها كده. دعك طبعا مش بياخد مني مجهود، لان انا بالصنفرة وقعت كل الحرق وكل الشوائب. فيا دوبك ايه دعك كده خفيف علشان تدي لمعة كده. بدعكها بجد كده، انا مجهود مفيش خالص يعني. بصوا 5 دقايق وبتنضفي كوشة البوتاجاز لوحدها، يعني 5 دقايق وبتطلع لك بجد نتيجة حلوة خالص، من غير بقى انك تغلي مية وملح ليمون، من غير الحاجات دي خالص. هي بس ايه الحاجة الرئيسية اللي معايا هنا قطعة الصنفرة. وهبدأ برضو ادعك كده الكوشة بالسلكة. زي ما قلت لكم انا بدعك براحتي خالص، لان ايه الصنفرة وقعت كل الحرق والدهون. بلفها كده علشان اديها لمعة كده، ان الكوشة تظهر معايا ان هي تبقى ايه جديدة كده معايا. دعكة كده. وهبدأ اجهز مية كده ايه للشطف. هشطفها خلاص كده اتدعكت معايا، وابدأ اشطفها كده. شايفين طبعا انتوا بجد اللمعان، بجد طريقة خالص حلوة. اتمنى تجربوها وترد عليا في التعليقات بعد ما تعمليها.